تعالى اقولك النهارده ايه اللي ممكن يبقى واقع عندك وانتي ناجحه ومحققه حاجات كتيره جدا، او في فتره من فترات حياتك انت عندك درجه انجاز عاليه في ادارتك لذاتك ونفسك، في مكان عملك، في مكان بيتك، مع عيلتك واصدقائك، بس ستيل انت متضايقه. اسمعوا الفيديو لغايه الاخر، ولو عجبكم ما تنسيش تعملوا لايك واشتركوا في القناه علشان دايما يجيلكم كل الفيديوهات بتاعتي. في حياتنا بنعمل في اوقات هاري اب، يجري 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 يجري، انجاز في كل حته، عمال ما شاء الله ناجح في مكان عمله، ما شاء الله تلاقيه مخلص كورسات كتيره، مع بيته وعيلته الدنيا عنده حلوه جدا وتمام. امال المشكله فين؟ المشكله ان مفيش ريتشارج، مفيش سلو داون للحظه. لازم قد ما انت بتجري تيجي وقت تتراجع، تقف. الوقفه دي بتعمل فيها ريتشارج لكل طاقتك عشان تقدر تنجز وتكمل، علشان ما تحسش باكتئاب وحزن وزعل وتقف. ومع الوقت كمان بقى ممكن تقفل بابك وما تنجزش في اي حاجه من الجوانب دي. وهو ده الجانب الترفيهي اللي انا عايزه اتكلم معاكم عنه النهارده. الجانب ده مهم جدا انك انت تحطه في حساباتك وتعمل بيه ريتشارج عشان تقدر تكمل اللي جاي وتنجح اكتر واكتر. طب نحط اهداف ايه في الجانب ده عشان تظبط لنا الدنيا؟ اول حاجه اعمل لستة ليك من 1 ل10 اشياء بتخليك تحس بالسعاده. يعني ايه؟ النهارده هقعد، انا الدنيا عندي النهارده الحمد لله كويسه، مش في وقت داون، مش في وقت زعل. بعمل لستة، انا اوريدي عامله لستة من 1 ل10، اكتب حاجات اكتر حاجه بتفرحني. اقرا قران، في سوره معينه في القران لما بقراها برتاح جدا، ورد معين لما بقعد اقوله بهدى، في حد صاحبه معينه لو كلمتها في التليفون في الوقت ده بخرج طاقتي ومشاعري وببقى مبسوطه. اقعد مع بنتي ونتفرج مع بعض على فيلم معين، اختلي بنفسي في مكان معين واعمل التامل والتنفس العميق اللي قلته لكم والاسترخاء التدريجي. 10 حاجات تكتبيها في وقت انت الدنيا عندك فيه هاديه، وات ايفر الحاجات دي صغننه ولا كبيره. ليه بقى؟ لان الوقت اللي انت هتجيلي فيه انا تعبانه ومتضايقه ومخنوقه، ممكن اقولك ارجعي طب شوفي الحاجات دي وتعالي نعمل حاجه منهم وشوفي نفسك هتبقي عامله ازاي. ناس كتيره قوي قوي بيحصل لها ريتشارج فعلا من حاجه واحده منهم. يبقى المشكله كانت ان هي مقصره بس مع نفسها، ما ادتش لنفسها المي تايم الحقيقي واحترمت نفسها فيه. مستنيه يعني انت اصلا مش محترمه المي تايم بتاعك ومش مدياله حقه. الناس هتديله حقه، الناس هتحترمه لك اطلاقا. فانت احترمي المي تايم بتاعك واديله حقه واعملي الريتشارج. 10 اشياء اللي قلت لك عليهم تكتبيهم. لازم يكون عندك هوايه، وزي ما قلت لكم في كل الجوانب اللي فاتت اعتبري ان الهوايه دي حاجه بفرغ فيها طاقتي. اعرف هوايتي ازاي؟ من الMTI تيست، وانا اتكلمت عليه في الفيديوهات اللي فاتت. خلاص علمي تمارين الاسترخاء، تمارين التامل، اعملي حاجه لنفسك اصلا تخرجك من الطاقه. في ناس جدا تقوم تجري وتتنطط وكده، او تتمشى في الشارع او تجري في الشارع فتهدى وتبقى الدنيا عندها كويس. ادي للوقت ده حقه واحترميه. ادي لنفسك كل اسبوع وقت ساعه او ساعتين شاركيها مع حد فعلا بتحبيه، حد ولا هيزود عليك الضغط ولا هيقولك مشاكل كتيره، حد انت عارفه ان انتوا قاعدين مع بعض مفيش احكام، مفيش نقد، بنتكلم واحنا الدنيا عندنا هاديه وفيها راحه وسلام. اهتم بالجانب الترفيهي لانه فعلا بيحصل اتزان لباقي الجوانب.